مسلسل ذكرتني من الحلقة الأولى للأخيرة راح تشوف فيها كمية دروس وحكم، وكل حلقة تحكي واقعنا الصعب وكيف قضية الإمام الحسين حاضرة بقصصنا. حياكم الله، أنا مسلم الجبوري وهاي حقيقة سينمائية. قبل لا نبلش بالفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى تشوف مسلسلات هواي، وهاي المرة مع مراجعة شاملة لكل حلقات مسلسل ذكرتني. ونبلش بالحلقة الأولى واللي كانت بعنوان الراوي. خلونا نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة واللي هو خط المسلسل العام، واللي يبدي مع قصة عائلة أبو عقيل، واللي هي عائلة جنوبية تسكن في مدينة الناصرية، وتمتاز هاي العائلة من بين أقرانها إن هم مشهورين بقراءة القصص والحكايات للناس، وكأنك إذا قعدت في مجالسهم وسمعت قصصهم راح تعيش بعالم آخر. وهاي الموهبة ظلوا يورثوها لأجيالهم، وبالأخص إلى أولاد الاثنين واللي هم مسلم وعقيل، واللي كل واحد بيهم درس جانب فكر ونفسي واحد مختلف عن الثاني. مسلم درس حوزة وصار شيخ، وعقيل درس دراما وصار كاتب أو قاص مسرحي، واثنينهم يشوفون قضية الإمام الحسين بوجهة نظر فنية مختلفة. الأول يشوف الإمام الحسين من جانب فكري وعقائدي، والثاني يشوفه من جانب درامي، واللي هي قصة بطل ضحى بنفسه وبعياله من أجل الدين وإعلاء راية الحق. المسلسل يراوينا أجواء مدينة الناصرية في شهر محرم، وكيف تتم بها أحياء مجالس العزاء. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي مشكلة شخصية أبو عقيل حسن، اللي عاش قصة اكتئاب بعد تسريحه من الجيش، وصدمة وفاة والده كلها خلته في حيرة. هل راح يكمل بدرب أبوه وجداده لو راح ياخذ طريق جديد هو راح يصنعه، مع العلم أنه أبوه كان يمنعه من الكتابة بسبب الخوف عليه، حتى لا يعتبر اللي جاي كتبه منشورات سياسية وينعدم على أثرها. فبعد وفاة أبو حسن يقرر حسن يترك الريف ويحول على المدينة، لكن قلبه ما انطاه أنه يترك الهور بشكل جذري، أي بما معنى اشترى سيارة وحول كل شغله على المدينة. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة واللي هي الصراعات اللي كان يعيشها حسن مع نفسه من بعد سفره بين الهور والمدينة، واستمراره بالكتابة عن قصص الناس اللي تصعد وياه لكن بأسلوبه. شوية شوية بلشت شخصية حسن تتغير وتاخذ منحى آخر في زمن الحروب والانتفاضات اللي شافها قباله، فيقرر يجتمع بين قادة الانتفاضة وقيادة الحركات ويخبرهم انه هو يكون حلقة الوصل بين الهور والمدينة، وهو راح يكون المسؤول عن تهريب الناس من المدينة الى الهور او العكس. واللي كان خايف منه ابو حسن بلش يتحقق، وهي كتابات حسن صارت تتحول من مجرد قصص لناس الى نشاط ثوري وسياسي. واكو مشهد مهم بين حسن ومرته سألته سؤال، اي بما معنى تقول له انت من روحاتك ورداتك للمدينة هل صرت مع الثوار لو لا؟ والجواب كان واضح من سكوت حسن وحيرته بين نارين، بين يكمل مسيرة أجداده ويحمي عائلته، وبين اللي يمشي ورا حلمه اللي هو يستمر بالكتابة عن قصص الناس اللي يلاقيهم بحياته. وأيضا شفت مشهد ببطولة من بطولات المرأة العراقية بذيك الفترة، وهو مشهد تصدي أم عقيل لقوات الحزب وكيف حملت السلاح حتى تحمي زوجها وأطفالها. وهذا المشهد واحد من أحلى المشاهد بالحلقة. من وجهة نظري الحلقة الأولى كانت متروسة رمزيات، مثل رمزية القطار اللي في البداية، وممكن نقول عنها هو العمر اللي ماشي مثل القطار، واحد يصعد وواحد ينزل، وبالاول والاخير هو مستمر جيل يسلم جيل قضية الامام الحسين، وكل جيل يشرحها بمفهومه الخاص. وهاي من احلى الرمزيات اللي شفتها بهاي الحلقة. وايضا رمزية النار اللي شفناها في اكثر من مشهد، واللي الها دلالات هواي، مرة تكون بديلة عن الغضب اللي بداخل الانسان، ومرة تكون بالشخص اللي عنده حيرة، اي بلهجتنا الدارجة بين نارين. وهاي ايضا تعتبر رمزية موفقة بالحلقة. سلبيات الحلقة راح ألخصها بنقطتين. السلبية الأولى صوت الراوي، كان من المفروض هو يكون شخصية عقيل ومو صوت الممثل أموري لأن جسد شخصية الأب، وأنا متأكد عند المشاهدين صار خلط كلش كبير، من هو اللي كان يحكي، هل هو الأب أم الابن؟ وأيضا كان من الممكن الاستغناء عنه في بعض المواقع وإشراك ممثلين في حوارات حتى نفهم القصة أكثر والدوافع اللي كانت موجودة بالعمل. والصراحة إجاني شعور أنا جاي أشوف فيلم وثائقي مو حلقة من مسلسل.
المسلسل. السلبية الثانية والأخيرة وهي المقدمة الطويلة في تعريف الشخصيات، كان من المفروض تكون أقصر وندخل بالقصة بشكل مباشر حتى نتمكن من معرفة الشخصيات. وملخص هاي المراجعة، الحلقة الأولى كانت بدايتها شبه عادية، لكن أنا أعرف طاقم العمل عندهم إمكانية يرفعون الرتم، ومتأمل خير بيهم أن يطلعون قصة قوية وخرافية، وراح نشوفها كلها بأسلوب طرح عصري وحديث. وتقييمي للحلقة الأولى من مسلسل ذكرتني 6.5 من 10. ونبلش بالحلقة الثانية واللي كانت بعنوان الانتحار. هاي الحلقة كانت مختلفة حيل عن الحلقة الأولى، بالأخص الإيقاع السريع، وتقريبا عالجت أغلب المشاكل اللي صارت بالحلقة الأولى واللي هي مشكلة الراوي. فالآن صارت حوارات الممثلين هي نقطة قوة في تحريك العمل. ولا يطول الكلام، خلونا نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة وهو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة الشاب صادق اللي يعاني من صراعات داخلية وأزمة نفسية في مواجهة الناس والمجتمع. بلحظة راح نشوف هذا الشاب شلون انظلم من الدنيا كلها، وبالأخص من أقرب الناس له اللي هو خاله. وظل هذا الشاب يعاني هواية من المشاكل اللي تصير وياه، ومرات تشوف المشاكل اللي يطيح بيها سهلة إلك بالنسبة كمشاهد، بس بالنسبة لصادق تكون صعبة ومستحيل يقدر يتجاوزها بسهولة، وبالأخص مع مرض أمه واللي كل هم الدنيا ومشاكله بكفة، مشكلة أمه وعلاجها بكفة ثانية. لكن ربك رحيم ومستحيل يعوف عبد يقاتل وحده، فأكيد يدز لك شخص يكون أحن من أهلك عليك، واللي هو صديق عماد اللي يساعده ويهود عليه ويشارك وياه حتى في حل مشاكله. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي مشكلة شخصية الصادق اللي تعتبر مو شخصية عادية، وإنما شخصية طيب القلب وحنين على أمه ويساعدها بكل شيء. لكن عنده ميزة ممكن البعض يعتبرها مشكلة، أو ممكن نسميها الاستنكاف، أي بما معنى إذا وقع بمشكلة أو احتاج أحد ما راح يحكي ويكتم على نفسه. يعني من الأخير هذا الشخص عنده كرامة، وممكن نقول عليها بصيغة أخرى أنه هو عنده مستحى، فراح نشوفه دوم صافن وسرحان بمشاكله، وحتى هذا الشيء قام يسبب له مشاكل، وبالأخص مشكلته مع خاله واللي هي دعمة السيارة، واللي كانت بسبب أنه هو غط بأفكاره وسرح مع مشاكله ونسى هو جاي يسوق فصار الحادث. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة واللي هي الصراعات اللي يعيشها صادق مع نفسه، وكان في كل مرة يموت 1000 موتة حتى يمنع نفسه من فكرة الانتحار. لكن في أحد الأيام كان يمشي على الجسر فيقرر الانتحار، لكن في لحظة تذكر انه الماي ما راح تقتله لان هو سباح، واذا نريد نعطيها تفكير اعمق هو خاف لا روحه تتراجع عن فكرة الانتحار، ويقوم الجسد بانقاذ نفسه ويرجع للحياة الصعبة اللي كان يعيشها. شوية شوية الموضوع كبر براس صادق، وصار الانتحار هو الحل الوحيد حتى يخلص من هاي الدنيا المتعبة. فيقرر يدز رسالة انتحار يودع بيها اعز انسان على قلبه واللي هو عماد. ومن هاي الرسالة راح نشوف لبة الصراع الحقيقي بين عملية الانتحار من قبل صادق وبين بطولة عماد في انقاذ صديقه. ووجهة نظري للحلقة الثانية كانت متروسة رمزيات، مثل رمزية مشي صادق على جانب المسبح، ووضعية الكاميرا كانت بالشكل المقلوب. فراح نشوف بالكادر انه كل جسم صادق غرقان بالماي، واللي باقي منه فقط رجليه اللي كانت تمشي على الارض، وهاي تعتبر رمزية خرافية في التعبير عن معاناة الانسان. وايضا رمزية نزول صادق للمسبح وصراخه داخل الماي، واللي إلها دلالة قوية على انه الانسان اذا اختنق ما إله غير الصراخ، لكن مع شخصية صادق كان هذا الامر مستحيل، فعبر عن اللي بداخله بالصراخ جوا الماي. وممكن نعتبر هاي وحدة من الموتات اللي كان يموتها صادق كل يوم. وسلبيات الحلقة راح الخصها بنقطة واحدة واللي هي الصوت. مرة الصوت يكون جيد، ومرة صوت الموسيقى يكون اعلى من صوت حوارات الممثلين، فهاي تسبب ضياع او ادغام بعض الكلمات بالعمل. وملخص هاي المراجعة، الحلقة الثانية جيدة جدا وكان ممكن نقول عنها ممتازة لولا مشكلة الصوت، وهاي الحلقة من المفروض تكون هي الحلقة الأولى بدلا من الحلقة الثانية. وتقييمي للحلقة الثانية من مسلسل ذكرتني 8.5 من 10. ونبلش بالحلقة الثالثة واللي كانت بعنوان الآخ. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة واللي هو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة أخ وأخت فارقتهم الدنيا سنين طويلة. فراح نشوف الأخ اللي كان غايب عن أخته أكثر من 25 سنة، مو شرط يرجع نفس الأخ، مرات الغربة تغيرك وتصير شخص سيء وراح تكون عدو لأقرب الناس لك واللي هي أختك. لكن في الجهة المقابلة من القصة راح نلقى الأخت اللي ظلت بوطنها هي بقت نفسها محافظة على أصالتها وحنيتها ولهفتها للقاء أخوها اللي كانت متعطشة لشوفته. فراح نشوف من أجمل مشاهد اللقاء بين الأخوة والمشاعر المخزنة طول ال
25 سنة. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي مشكلة شخصية الأخ، واللي تعتبر شخصية مو عادية وإنما شخصية باردة وقاسية متروسة خبث وخسة ويتعامل ببرود وبالأخص مع أقرب الناس له واللي هي أخته وأولادها. وهاي الشخصية مو همها العائلة وإنما يشوف الناس كلها على هيئة فلوس، وشخصية حيل متناقضة حتى مع نفسه. فراح نشوفه يتجاوز كل العادات والتقاليد ويطالب بحصته من بيت أبوه اللي قاعدة بيه أخته على سفرة الأكل، وكأنه كل شي ما صار ولا حكى شي مهم. ومع ذلك يظل مستمر بالأكل، تحس اللي قاعد قبالك مو أخوه وإنما حيوان مفترس كل همه ياكل أكله وما يهمه جرح الناس، وحتى لو كان اللي جرحها أخته. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة، فراح نشوف ردة فعل قوية من قبل الأخت واللي على أثرها سببت لها إغماء بشكل مفاجئ ومشاكل صحية، وبالإضافة إلى ذعر أولادها وخوفهم عليها. شوية شوية بلشت شخصية الأخ تظهر على حقيقته الدنيئة وانسحابه من مشهد الأكل وكأنه كل شيء ما صار، مع العلم هو المسبب بهاي الفاجعة اللي صابت عائلة علي الأخت. والأدهى من ذلك هو عاف الخوة والزاد والملح على جنب، وقرر يبلغ الشرطة عن أخته حتى يتمكن من طردها من بيت العائلة. وأكو مشهد حيل حبيته واللي هو مشهد نزع الشيخ لعمامته من بعد ما انصرع الأخ، وهذا اندل على أن الدنيا والناس بعدها بخير. وهذا المشهد بيه تناقض، يبين لك الشيخ اللي يساعد لغريب في ضد الأخ اللي يحاول يطرد أخته ويستولي على كل شيء. أما اللي ما فهم المشهد الأخير فهو مشهد ندم الأخ من شاف ماكو أحد يمه يساعده من وقع بأزمة. وأيضا تذكر أنه هو سوى أكبر خطأ بحياته واللي هو كسر خاطر أخته، وهاي تعتبر كسرة كبيرة لأن الكسرة ما كانت من غريب وإنما اجت من أقرب الناس لك واللي هو أخوك. ووجهة نظري للحلقة الثالثة كانت متروسة رمزيات جميلة، مثل رمزية الباب اللي ما انفتح له خطارة وكأنه الباب يعلم ويقول هذا الشخص مو اللي كنتوا تنتظرونه، هذا عدو اجاكم. وأيضا رمزية ملابس الأخ اللي من راح سبح وكأنه تحول من إنسان عادي إلى حية سامة وراح تذب سمها على العائلة وما تعايش مع أهله، وهاي كلها تدل على أنه هذا الشخص تغير تغير شبه جذري. وسلبيات الحلقة راح ألخصها بنقطة واحدة بس واللي هي الواقعية المفرطة، وبالأخص وقت اجتماع العائلة على السفرة حسيتها أذت الحلقة ما فادتها. وملخص هاي المراجعة، الحلقة الثالثة حلقة حزينة، اللي مستعد ينقهر ويبكي يروح يشوفها الآن. وتقييمي للحلقة الثالثة من مسلسل ذكرتني 8.5 من 10. ونبلش بالحلقة الرابعة واللي كانت بعنوان أبي. خلونا لا يطول الكلام ونقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة أقسى وأعنف أب اللي حارب ابنه الطايش المتمرد. فراح نشوف شلون الأب ينفجر على ابنه بسبب شربه للنارجيلة ويفشله قدام الناس كلها، وراح يضربه ويهينه وينزل من كرامة ابنه أمام السوق كله. والفعل اللي سواه الأب هو أقبح من عملة ابنه الطايش، وهذا الفعل هو اللي راح يكبر المشكلة ويعقدها. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي مشكلة شخصية الأب اللي تعتبر مو شخصية عادية وإنما شخصية سخيفة ومنحطة ويعامل عائلته على أنهم عبيد عدة، وبالأخص طفلته الصغيرة اللي كانت لا حول ولا قوة بهاي المشكلة. وذنبها الوحيد أنها انولدت في عائلة عندها أب ما عنده ذرة أخلاق، وسوالفه في حماية ابنه من خطر المجتمع ما هي إلا هواجس وصراعات نفسية بداخله. وإذا نريد نقول على هذا الأب فهو صنيعة أبوه، لأن اللي عامل عائلته بهاي القسوة فهو كان معامل بها سابقا من قبل أهله، لذلك ذب كل سمة على أطفاله بحجة فرض السيطرة والهيمنة على أبنائه. فراح نشوفه يتجاوز كل الخطوط الحمراء في التعامل مع عائلته، وبالأخص على ابنه صياحه وتهديده وغلط، إلى أن وصل بيه الأمر قلب صينية الأكل بالقاع وكأنك قاعد مع إنسان كافر وملحد وما يعرف تعاليم الله ولا شرائعها. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة، فراح نشوف ردة فعل قوية من قبل الابن من بعد ما وصل الأب بالتجاوز حتى على صديق ابنه، وراح يدخلون بصراع قوي واللي على أثره يوقع الأب بشكل مفاجئ من قوة الصراع وهروب الابن خوفا من اللي جاي يصير. ومن بعد هذا الصراع راح نشوف شخصية الأب شلون تحول كامل إلى شيطان وكأنه يعلن الحرب على ابنه وإشهار السلاح عليه ومتابعة ابنه وركضه وراء إلى كل مكان يروح له، وكأنك راح تشوف قبالك عملية اصطياد من قبل حيوان مفترس لفريسة ضعيفة وكل هم المفترس كمش الفريسة والقضاء عليها. أما اللي ما فهم المشهد الأخير فهو مشهد الأب والابن من دخلوا للموكب وسماعهم أصوات القصائد، وكأنه معجزة من معجزات أهل البيت تدخلت في حل هذا الصراع وهدت على قلوبهم، مع العلم أن الأب هاي أول
أول مرة بحياته يدخل لمجلس، وكأنه هاي الصدفة هي سبب في حل المشكلة، وتذكرهم أنه مشكلتكم أهون من مصيبة الإمام الحسين. ووجهة نظري للحلقة الرابعة كانت متروسة رمزيات جميلة جدا، مثل رمزية المشحوف اللي في نص النهر اللي له دلالة كبيرة عن اللي يلتزم بتعاليم أهل البيت، وبالأخص أخلاق وتعاليم الإمام الحسين، فراح يكون الحسين هو شفيع وسفينة نجاته من هاي الدنيا الصعبة. وسلبية الحلقة راح ألخصها بنقطة واحدة بس، واللي هي إطالة وقت المشكلة بالبيت. حسيتها شوية أذت الحلقة، ما فادتها، وكان من المفروض تختصر. وملخص هاي المراجعة، الحلقة الرابعة حلقة قاسية جدا، اللي مستعد ينصدم وينقهر بنفس الوقت يروح يشوف هاي الحلقة. وتقييمي للحلقة الرابعة من المسلسل ذكرتني 8 من 10. ونبلش بالحلقة الخامسة واللي كانت بعنوان 99. خلونا لا يطول الكلام، نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة خط الحلقة العام اللي يبدي مع فترة انتفاضة سنة 1999، والمعروفة باسم انتفاضة الصدر أو انتفاضة ساعة الصفر، واللي صارت على أثرها اغتيال المرجع الديني السيد محمد صادق الصدر على يد حزب البعث. وتركزت هاي الانتفاضة في مناطق جنوب العراق ومنها مدينة الناصرية. قصتنا اليوم عن أمجد اللي يمتلك محل تسجيلات فتحها في بداية التسعينات، وهاي الفترة كان بيها النظام يمنع تداول بعض المواد المسموعة مثل كاسيتات المجالس والمحاضرات الدينية وحتى اللطم. كانوا إذا كمشوا عندك كاسيت واحد فراح تصير بين خيارين، لو تسلم نفسك وتنعدم، لو راح يطبون على عائلتك ويعدموك انت وعائلتك. يعني من الأخير الخيار اللي قبالك بس خيار واحد، واللي هو الإعدام. الشاب أمجد تحول من شاب طموح ومتفائل إلى شاب متشائم، ولقى وسيلة خاصة حتى يرفض بيها النظام، وهي بالاتفاق مع صاحب تسجيلات من مدينة النجف ياخذ منه الكاسيتات ويستنسخها ويوزعها في جميع مناطق الناصرية. فصار أمجد هو شريان الحياة. لكن في يوم من الأيام أمجد يوصل لنهاية الطريق وتعترضهم سيطرة من حزب البعث، واللي على أثرها انقتل نسيب أمجد والمجموعة اللي كانت وياه، وهو هرب حتى يقدر يشرد عياله إلى غير مكان خوفا من انتهاك حرمتهم. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي شخصية أمجد، واللي تعتبر شخصية مو عادية وإنما شخصية شجاعة، واللي إلى مقولة يقول بيها: أنا أحب فكرة الكفالة، وأنا تكفلت أدخل لولايتي كل شي حسيني. فإلك أن تتوقع هذا الكلام من شخص يملك كل هاي الجرأة والشجاعة في محاربة النظام السابق، راح يسلم عياله للمجرمين؟ مستحيل يصير هذا الشيء. فاستمر بالركض لبيته ويلملم شكو كاسيته وشكو محاضرة دينية عندهم وياخذهم ويشرد بيهم. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة، فراح نشوف رحلة هروب ومطاردة متروسة مخاطرة وتعب، وبالأخص مع إصابة أمجد بإيده وخوفه من لا يخلص دمه، وهو بعد ما موصل عياله إلى بر الأمان. فيلقى شخص صاحب غيرة عنده عربانة وحصان يحكي ويا أمجد ويحلف أبو فاضل العباس عليه السلام أنه يتكفل بأهل بيته ويوصلهم إلى بر الأمان. فراح نشوف شلون فكرة الكفالة اللي كانت عنوان حياة أمجد ونسيبه، واللي استلهمت من شخصية أبو فاضل العباس عليه السلام، مزروعة بقلوب ملايين الناس غيرهم. ويقرر الشاب صاحب الغيرة يتكفل بكل شيء ويطمن أمجد ويقول له: السالفة يمي بعد وعائلتك أمانة عندي ولا تخاف عليهم، أمنهم برقبتي. أما اللي ما فهم المشهد الأخير فهو مشهد النسوان اللي صعدات على العربانة وكأنه حادثة السبايا تعيد نفسها، وبداخل قلوب النسوان يردن أبو فاضل العباس يخلصن من هاي الشدة، وبداخل الشاب أبو الغيرة السيدة زينب وشلون تكفل بها الإمام العباس. فراح نشوف وجه الشبه كبير بين القضيتين. ووجهة نظري للحلقة الخامسة كانت متروسة رمزيات جميلة، مثل رمزية الطفل اللي طلبت ماي من عمتها وكانت دلالتها كلش قوية، كأنه مشهد من مشاهد الطفن عاد قبالنا، واللي هو مشهد الأطفال العطاشة اللي طلبن ماي من عمتهن زينب، والسيدة ما عندها حل بس تنخي أخوها أبو الفضل العباس عليه السلام. وهذا المشهد شق قلبه من جوا. وسلبيات الحلقة راح ألخصها بنقطة واحدة بس، واللي هي الصوت مرة يكون جيد ومرة صوت الموسيقى أعلى من صوت الحوارات، فهاي تسبب ضياع أو إدغام بعض الكلمات بالعمل. وملخص هاي المراجعة، الحلقة الخامسة حلقة قوية جدا، اللي مستعد يتذكر أجواء كربلاء وعطش السبايا يروح يشوف هاي الحلقة. وتقييمي للحلقة الخامسة من مسلسل ذكرتني 8.5 من 10. ونبلش بالحلقة السادسة اللي كانت بعنوان الممثل. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة واللي هو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة الشاب شريف اللي قضى كل حياته ناصر للمظلوم وقوة ضاربة وعدل الظالم، فراح تلقاه يصول ويجول حتى ياخذ حقوق الناس لكن بالطريقة الباطلة واللي هي العرك والضرب. فهاي الصفة اللي خلت شريف مرات يكون شريف حقيقي ويسوي خير للناس، ومرات يكون مو شريف وينتفض على الناس
الناس اللي مو زينه ويعاملهم بقوه. اذا ردنا نعرف الشقي بالدراما، هو صاحب صبغه رماديه ممزوج بين الخير والشر، لكن دائما تلقى عنده كلمه سر خاصه بداخله واللي هي الشرف. ونروح للقسم الثاني من الحلقه واللي هي مشكله شخصيه شريف، اللي تعتبر مو شخصيه عاديه وانما شخصيه صاحبه مشاكل، وراح تشوفه يكفخ بالرايح وبالراد، وبالاخص هذول اللي عندهم مشاكل مع الناس الضعفاء، فراح تلقاه يفزع للكبير وللصغير وحتى النسوان. وكل هاي الامور هي اللي خلت عائلته تخاف منه وتدعي له ان ينصلح ويتعدل حاله، افضل من لا يجي واحد اقوى منه ويخلص عليه. في زمن صار السلاح منتشر بشكل واسع بالعراق، وتصير كتلته بطلقتين سعرهم 1000 دينار، لكن في يوم من الايام يندق باب شريف وينطلب بفزعه، وهاي المره مع فزعه من نوع اخر، واللي هي تمثيل شخصيه الامام ابو الفضل العباس عليه السلام في وقعه الناصريه. ونروح للقسم الثالث والاخير من الحلقه، فراح نشوف رحله شريف بين هل يقبل هذا العرض اللي اجاه من قبل الشيخ لو يرفض ويكمل حياته اللي متروسه مشاكل. وراح نشوف الصدمه اللي اجت لشريف وهو بنص ناس كل هدفهم جايين يهجمون على بيته ويقتلونه، فراح تلقاه سرحان بعالم وما يشوفهم، وكانه رساله اجته من اهل البيت تقول له ترى هاي فرصه عمرك الاخيره، تعال طهر نفسك وتعلم بتعاليمنا وخلي الناس تقتدي بيك. ووجهه نظري للحلقه السادسه كانت متروسه رمزيات جميله، مثل رمزيه شريف وهو جو الماي، واللي إلها دلاله كبيره على انه هذا الانسان بلش يغير من نفسه، والماي هو الوحيد اللي يقدر يغسل ذنوب البشر. فراح نشوف شريف يبكي ويندعي ويندب نفسه على اللي كان يسويه، ويطلب التوبه من رب العالمين بشفاعه اهل البيت له. وملخص هاي المراجعه، الحلقه السادسه مكتمله من جميع النواحي وبدون اي سلبيه وحده ومن نوع اخر. اللي يريد يغسل ذنوبه ويعرف قيمه اهل البيت في تغيير مصير البشر يروح يشوف هاي الحلقه. وتقييمي للحلقه السادسه من مسلسل ذكرتني 8 من 10. ونبلش بالحلقه السابعه واللي كانت بعنوان الفارس. وخلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقه الى 3 اقسام. القسم الاول من الحلقه واللي هو خط الحلقه العام، اللي يبدي مع قصه الشاب الخلوق فارس اللي ورث من ابوه قيود هواي، وكان يتمنى له ان يكون هو البديل بمكانه يمثل شخصيه الامام العباس عليه السلام. وفي يوم من الايام ابو فارس سال ابنه سؤال وقال له بيك حيل تلبس خوذه العباس، فكان فارس متصور ان الخوذه ثقيله وما حد يقدر يلبسها بس الاقوياء، لكن بعد مرور الايام تتضح الحقيقه قباله وتطلع مو ثقيله وزن، وانما الثقل اللي بالخوذه هو الاخلاق، فضروري من تلبسها تقتدي بيها وتكون قدوه لغيرك. فكان فارس يقلد ابوه بمساله، وهو التجول في زي الامام العباس عليه السلام في نص شوارع الناصريه، حتى يخلي الناس اللي ما قدرت تجي او اللي اجت مره واحده للواقعه من تشوف هاي الشخصيه قباله تخطف كل يوم يصير عنده فضول ويقوم يجي يشوف الواقعه. ونروح للقسم الثاني من الحلقه واللي هي مشكله شخصيه فارس، اللي تعتبر مو شخصيه عاديه وانما شخصيه شجاعه وصاحبه مبدا وما يرد لاحد، واللي مخليه في مخيلته قدوه هو شخصيه ابو فاضل العباس عليه السلام، انه يفزع للكل وبالاخص لاهل بيته. وفي يوم من الايام واثناء رجوع فارس من التدريب الخاص بالواقعه تتلقاه امه بخبر مو زين، واللي هو ضرب اخته من قبل زوجه وحيل مأذيها كان. ونروح للقسم الثالث والاخير من الحلقه، فراح نشوف انتفاضه فارس وكأنه نار الغيره اللي على اخته بلشت تطلع من راسه، فيركب حصانه وينطلق للبحث عن بيت اخته، مع العلم زهره اخته كانت من ابوه ومتربيه ببيت غير بيت فارس، وتزوجت من طرف خوالها، ورجل زهره ما نحى توصل لها الفارس، وحتى المكان اللي مقعدها بيه فارس ما يندله. فراح نشوف رحله فارس بالبحث عن اخته الى ان تجي فكره، واللي هي يروح يسال رجال كبير بالناصريه، واللي يعتبر هو الوحيد اللي يندل بيوت سوق الشيوخ كلها، واللي هو العم سليم، فيدليه على البيت وينطلق فارس الى ان يوصل الى بيت اخته، ويلقي زوج اخته اللي ناهيته الممنوعات وعاميه على عقله بانتظاره حتى يقتله. فراح نشوف معركه من نوع اخر. ووجهه نظري للحلقه السابعه كانت متروسه مشاكل، مع العلم الممثل اللي كان يمثل شخصيه فارس واللي هو تحسين داحس ممثل جيد جدا ويطلع منه شغل قوي، فكانت حواراته كلش ضعيفه وقليله، وكل هذا صار بسبب وجود الراوي اللي احسه خرب هاي الحلقه، واللي كان المفروض يكون فقط في المقدمه، وايضا ضعف الاخراج والمونتاج والقطعات الغير صحيحه والاطاله في بعض المشاهد، ومنها مشهد البحث عن اخته اللي اخذت نص الحلقه كامله. وملخص هاي المراجعه، الحلقه السابعه في وجهه نظري كانت اضعف حلقه بالعمل لحد الان، مع العلم الفكره كانت قويه والممثل كان قوي، وكل هاي الامور ما تم استخدامها بشكل صحيح. وتقييمي للحلقه السابعه
الرابعة من مسلسل ذكرتني 6 من 10. ونبلش بالحلقة الثامنة واللي كانت بعنوان عطش. خلونا لا يطول الكلام ونقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة خط الحلقة العام، واللي يبدي مع قصة ناس رايحين لزيارة كربلاء بالقطار، فراح نشوف من خلال هاي الرحلة كل شخص ومصيبته. هذا اللي رايح على مود يطلب حاجته واللي هي الدعاء والشفاء لوالدته اللي داخله بالانعاش، والثاني اللي راح يحلف اخوته بالامام والفضل العباس عليه السلام لان اخوته مأذينه، والثالث اللي رايح للزيارة حتى يدعو اهل البيت يهدون ابوه له وترجع علاقتهم طبيعية. فراح نشوف من خلال هاي الرحلة تناقضات كبيرة بين الشخص اللي رايح يطلب حاجته وبين اخر رايح يحتكم باهل البيت حتى يفضون مصيبته، وكل هاي الامور تصير بشفاعة اهل البيت وقربهم من الله. لكن فجأة تحل المصيبة على جميع الركاب واللي هي عطل القطار في نص الطريق. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي لبة المشكلة الحقيقية اللي راح تصير بالقطار. فراح نشوف التبريد اللي عطل بالقطار وشلون الجو صار حار وحتى ماي شرب وتغسيل ماكو بالقطار، وايضا عدم وجود فريق صيانة مختص بالقطار. كل هاي الامور هي اللي سببت انفجار كبير عند بعض الركاب واللي خلتهم يتعاركون حتى مع بعضهم بسبب هاي المشكلة. فيقرر احد الزوار الذهاب الى الحمام الخلفي اللي موجود بالعربة الاخيرة من القطار، فيتفاجئ ويلقى قباله نص بطل ماي، فما قدر يشربه لان تذكر اكو اطفال صغار وياهم بالقطار يبكون عطش وما شربوا قطرة ماي. فراح للشيخ وقال له انا بريت ذمتي من هذا الماي، انطي انت بمعرفتك لشخص محتاج او طفل صغير، انا ما عندي مشكلة. ونروح للقسم الثالث والاخير من الحلقة واللي هي لبة الصراع الحقيقي اللي راح يصير على هذا نص بطل الماي. فراح نشوف شلون النفس البشرية تنسى وتتحول لوحش بوقت العوز، فراح يبدي العراك والغلط وكأنك قاعد بالغابة كل من يقول انا الاسد وانا اللي راح اشرب الماي، ونسوا ان هم رايحين لاشرف شخصين بالكون اللي هم الامام الحسين واخيه ابو الفضل العباس عليهم السلام. اما اللي ما فهم المشهد الاخير من الحلقة وكيف الزوار هدوا وقعدوا وصبروا على العطش، فكانت خطوة ذكية من قبل الشيخ اللي خلى صديق الراديود ينعى على مصيبة كربلاء وشلون العطش فتك بيهم، وذكرهم كل هاي الامور اللي صارت هي قليلة امام مصيبة كربلاء. فراح تشوف الزوار ينسون نفسهم ويهيمون بالقصيدة اللي كان يقراها الرادود ويبكون توبة ومغفرة من اهل البيت على اللي صار بهاي الرحلة الصعبة واللي هي كانت رحلة امتحان الانسان. ووجهة نظري للحلقة الثامنة كانت متروسة رمزيات جميلة مثل رمزية القطار واللي إلى دلالة كبيرة برحلة الدنيا واللي نوصفت على شكل قطار، ناس تصعد وناس تنزل لكن القطار مستمر والحياة مستمرة. والأقصد بالحياة هو طريق الإمام الحسين مستمر بدون توقف، والفايز الحقيقي من الدنيا هو اللي خدم أهل البيت وتعلم بتعاليمهم. وملخص هاي المراجعة الحلقة الثامنة حلقة قوية جدا وأنصحكم تتركون كل شي بيديكم وتروحون تشوفوها الآن. وتقييمي للحلقة الثامنة من مسلسل ذكرتني 8 من 10. ونبلش بالحلقة التاسعة واللي كانت بعنوان اختبار. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة وهو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة أخو مختلف مع أخوته بمشكلة كبيرة وانفصل عنهم أكثر من 20 سنة. فراح نشوف هذول الأخوة اللي انفصل عنهم كيف ربوا أولادهم وبناتهم على حب أهل البيت وعلموهم بتعاليمهم. فراح نشوفهم يحيون أجواء محرم ببيوتهم مثل الطبخ والعزاء وكأنه ناظرين أنفسهم لهاي القضية. وفي يوم من الأيام واللي هو يوم 9 من محرم واللي هي يوم الحجة، والأقصد بالحجة هي ليلة الوداع اللي تسبق 10 من محرم. فراح نشوف في هذا اليوم كيف الأخوة يمرون باختبار كبير واللي على أثره راح تبين معادن الأخوة الحقيقية. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي لبة المشكلة الحقيقية اللي راح تصير في بيت أخوهم الكبير. فيجيهم شخص كبير بالعمر يدق الباب عليهم ويقول لهم عمكم هجموا عليه هواي ناس وفشخوا، تعالوا طلعوا إليه. ومن هاي المشكلة انطلقت شرارة كبيرة بين هاي العائلة واللي على أثرها راح تصير مشاجرة قوية بين الأخوة وبين أولاد العم، كلها من أجل الفز على عمهم. لكن عمهم غسان منعهم من الروحة، والسبب كان يذكرهم شنو عمهم كان يسوي بيهم وشلون أكل حلالهم وفلش بيوتهم، وكان راعي لكل المشاكل اللي تصير ببيتهم. فيقولهم عوفوا أنا أخوه ما راح أفزع له، أنتم ما لكم علاقة بي. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة واللي هي لبة الصراع الحقيقي اللي راح يصير بين العم غسان وبين أولاد أخوه اللي يردون ينتفضون لعمهم، وبنفس الوقت غسان يمنعهم ويقولهم اللي يطلع من هذا البيت أضربه طلقة وأكتله. فتشتد المصيبة إلى أن يقرر واحد من أولاد أخو غسان التصدي للموضوع وكسر كلمة عمه ويروح يفزع
يفزع لعمه اللي ضربوه. اما اللي ما فهم المشهد الاخير من الحلقه اللي هو مشهد غسان من وقع بين نارين، لو يقتل ابن اخوه لو ياخذ ريموت التلفزيون ويعلي مقتل الامام الحسين، فاختار يعلي صوت التلفزيون بلك الاخوه الموجودين بالبيت يلتهون بالمقتل وينسون المصيبه، لكن المقتل شعل نار كبيره بغسان وخلاه اخيرا يتخذ القرار من بعد سماع مقطع من مقتل الامام العباس وكلام الامام الحسين اللي يقول بي الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. فراح تشوفون غسان بمشهد بطولي رهيب يفزع لاخوه وينسى كل شيء سواه بيهم. ووجهة نظري للحلقة التاسعة كانت جميلة جدا من حيث الفكرة، لكن بها سلبيات، منها سلبية تنفيذ العمل والإطالة في بعض المشاهد، مثل مشهد المقدمة اللي استغرق أكثر من 5 دقائق كلها حتى يقول هذول يطبخون ثواب لأهل البيت، كان المفروض ينفذ بدقيقة واحدة كلش كافية. وأيضا الواقعية المفرطة وعدم تنظيم بعض الممثلين، وراح تلقاهم الكل يحكي بدون سبب، وعدم التركيز على شخص واحد حتى نفهم أكثر عن هاي المشكلة. وملخص هاي المراجعة، الحلقة التاسعة حلقة جيدة جدا وأنصحك تترك كل شيء بيدك وتروح تشوفها الآن. وتقييمي للحلقة التاسعة من مسلسل ذكرتني 7 من 10. ونبلش بالحلقة الأخيرة والعاشرة واللي كانت بعنوان السرطان. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى قسمين. القسم الأول من الحلقة واللي هو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة الشاب علي اللي ينصاب ابنه بمرض السرطان، فراح نشوف شلون هذا الشاب وقرر يكافح ويلم اللي عنده والما عنده حتى ينقذ ابنه، ويسافر بيه للهند حتى يسوي له جرعات علاجية. لكن قبل السفر يجوا ولد المنطقة يودعوه ويسوون لابنه مجلس عزاء بثواب الإمام الحسين، بلكي يندفع البلاء عن ابن هذا الشاب. بيبدأ المجلس بصورة طبيعية وعلي يجيب ابنه ويقعد بنص المجلس حتى يودع جيرانه، لكن هنا المصيبة تصير. ونروح للقسم الثاني والأخير من الحلقة واللي هي لبة المشكلة الحقيقية واللي هي موت الطفل أثناء المجلس. فراح نشوف الصراع الحقيقي اللي راح يصير عند الشاب ابو عبد الله في ظل عدم قبوله موت ابنه. فراح نشوفه بحاله هستيريه يركض بنص شوارع الناصريه ومصدوم وما مصدق انه ابنه راح منه، ويدعي على نفسه ويقول لو ما اخذني يا رب العالمين وما ماخذ ابني. ووجهة نظري للحلقه العاشره كانت قويه جدا من حيث الفكره وايضا من حيث التمثيل وبالاخص الشاب ابو عبد الله، لكن بها سلبيات، ومنها سلبيه تنفيذ العمل والاطاله في بعض المشاهد، وبالاخص مشهد المقدمه اللي يستغرق اكثر من 8 دقائق كلها حتى تعرف انه هذا الطفل عنده مرض مو زين، وراح اهله ياخذونه ويسافرون بيه للهند حتى يعالجوه هناك. كان المفروض هاي السالفه تنحكي ب3 دقائق كلش كافي عليها اذا مو اقل. وملخص هاي المراجعه، الحلقه العاشره تشق القلب وانصحك تترك كل شيء بيدك وتروح تشوفها الان. وتقييمي للحلقه العاشره والاخيره من مسلسل ذكرتني 7 من 10. وبالاخير اذا شفت هاي الحلقه اكتب لي رايك جوا بالتعليقات، ولا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه حتى تشوف مسلسلات هواي.